تعالوا اقول لكم عملت السندوتشات اللذيذه دي ازاي، والولاد هتحبها قوي وهتاكل سبانخ كمان. حطيت بصله كبيره زيت على زبده الاول، وحطيت بصله كبيره، يفضل يكون احمر عشان بيبقى مسكر شويه. هفضل اقلب فيه لحد ما يدبل بس. حط 3 فصوص توم مهروسين، هشم بس ريحه التوم. هنزل بالسبانخ، هعصرها كويس قوي من الميه، دي سبانخ مجمده حوالي ربع الكيس. ممكن نستخدم سبانخ فريش مفيش مشكله. وبعد كده هحط معلقه صلصه صغيره وربع كوبايه ميه. المكونات دي هتبقى على 3 بيضات بس. هفضل اقلب فيها شويه لحد ما اتاكد بس ان السبانخ دبلت معايا. وبعدين كان عندي لانشون. انتوا ممكن تحطوا اي حاجه، انا بحاول احط حاجات الولاد تحبها. حطيت شويه ملح صغيرين قوي زي ما تحبوا طبعا الملح، والثلاث بيضات. وبعدين حطيت لانشون على المكونات كلها. بعدين هجيب جبنة موتزاريلا على شيدر، ممكن تستخدموا اي نوع جبن بتحبوه، هو ده كان المتاح عندي. هقلبها تقليبة بسيطة قوي، يعني هوزع بس الحاجة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هغطيها بقى واسيبها تستوي. كده استوت معايا تمام. هجيب الفينو، اي فينو عايزينه، توست فينو، عيش بلدي، كله تمام. هوزع فيه الميكس بتاعي، وبقى هحط عليه شرايح جبنه رومي زي ما انتم شايفين. هجيب طاسه واحط قطعه زبده صغيره اصغر من دي لان انا شلت منها، يعني يدوب ادهن بس الطاسه. واحط الفينو واضغط عليه بالطريقه اللي انتم شايفينها. هضغط عليه كويس قوي. هحمره، انا بحبه محمر شويه، انتوا زي ما تحبوا برضو. افضلوا اضغطوا عليه، مهم قوي الضغط عليه عشان يطلع تحسوا ان هو كله ماسك في بعضه، الخليط كله زي ما انتوا شايفين. نضغط جامد قوي عليه، الجبنه الرومي هتسيح معانا وهتبقى حلوه جدا. هو كده استوى وخد اللون ده. انتوا ممكن يعني تدوا له اللون اللي يعجبكم، ومقرمش وحلو جدا. لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم. وكمان الولاد هتاكله هيعجبهم قوي. الف هنا.